يا مساء الخيرات على كل اهلاوي واهلاويه. معاكم شريف، ارجو دعمي بشير ولايك وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لكل الناس ونواجه اعلام الزمالك المنحاز. آه، قبل اي كلام خلونا نصلي على المصطفى عليه افضل الصلاه والسلام ونبدا في كلامنا. مبدئيا يا جماعه، اللي حصل النهارده ده فضيحه كرويه بتتلخص في كل المعاني. مبدئيا التحكيم المصري مش محتاج خبير اجنبي، ده محتاج الضمير الاجنبي. ليه؟ لان الخبير الاجنبي لو جه مش هيفيد، لان الحكام المصريين عاوزينه يفشل ويمشي عشان يجي حبيبهم اللي بيمشيهم على البروتوكول. فضيحه البنا النهارده، البنا النهارده بيمثل كل معاني عدم الشرف وعدم الامانه. ليه؟ عدم احتساب 3 ضربات جزاء لسموحه واضحين وضوح الشمس، واضحين وضوح الشمس، ما حسبهمش. ومحاولته الفاشله في احتساب ركله جزاء للزمالك وهميه طبعا، بس الفار حس على دمه وقال مش هحرج نفسي قدام الناس اللي بتفهم ومش هحسبها. ورغم فشل مشروع احتساب ركله جزاء للزمالك، قال بقى يحسب ركله حره على نقطة الجزاء وحسبها على الهاني سليمان علشان مسك الكورة وزاد عن 12 ثانية. قانونا هو صح، قانونا هو صح، ولكن البنا نفسه عمره ما احتسبها في أي مباراة من مبارياته قبل كده، وخصوصا في مباريات نادي الأهلي. وده ليه؟ لأن البنا في مباريات الأهلي تحديدا عمره ما عمل حساب للوقت اللي بيضيع ولا أهمية الوقت للنادي الأهلي. ده كله كوم بقى وكارثة أو فضيحة البنا مع اللي حصل مع حسام حسن كوم تاني. ايه اللي حصل مع حسام حسن؟ حسام حسن النهارده يا شباب وهو بيلعب كوره اتضرب وكل الكاميرات جابته، الفار نفسه جابه واكد على الموضوع، ورغم كل ده البنا قال لك لا انا مش شايفها فيها حاجه، ده بيمثل. وفعلا خده وطرده بداعي التمثيل. كل ده بيحصل والبنا مكمل ماتش عادي ولا عامل حساب لاي حاجه. جماعة الموضوع ده مش عادي ولا طبيعي ولا شفناه ولا عمرنا هنشوفه. شفنا كوارث تحكيمية كتيرة، بس بصراحة زي الكوارث اللي شفناها في ماتش النهاردة دي حاجة بصراحة لا توصف. انا معرفش المشكلة فين، يعني هل مثلا الموضوع فيه فلوس؟ مش عارف. هل الموضوع تعنت مثلا؟ برضو معرفش. هل البنا مش عامل حساب لحد وهو بيعمل اللي هو عاوزه، مع يعني التأكيد عنده ان مفيش حد هيحاسبه؟ الله اعلم. دي فضيحة النهاردة. عندي موضوع بسيط عايز اتكلم فيه كمان، وهو التوتر في المدرجات. لازم إدارة النادي الأهلي تحل مشكلة جمهور النادي الأهلي لسبب واضح وكلنا عارفينه، وهو إن جماهير النادي الأهلي هي السبب الأساسي في أرقام الرعاية الخيالية اللي بيحصل عليها النادي الأهلي. ورغم ذلك بنشوف ان جماهير الاهلي بتبقى مضطهده من كل حاجه تقريبا وما بتاخدش حقوقها، ولا في اعلام ولا في تشجيع ولا في اي حاجه خالص. مع ان الزمالك حل المشكله، وانا بصراحه مش عارف فين العقبه. يعني هل في الاداره مثلا مش عارفه تحل المشكله؟ ما اعتقدش. فيا ريت بسرعه اجراءات حل المشكله لجماهير النادي الاهلي حفاظا على ارقام النادي الاهلي الخياليه في الرعايه والاعلانات. شكرا، واتمنى ان الناس تكون وصلت لها رساله. والسلام عليكم.